السلام عليكم يا جماعة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده المنظر ده محدش يحب يشوفه، وربنا يا رب لا يوريه لحد في ماله ولا في اي حاجة. طبعا ده عجل حوالي 5 شهور، كان سليم وزي الفل ومفيهوش اي حاجة. مرة واحدة دخلت عليه الصبح اعلفه زي كل يوم ما بعلفه، لقيته ميت زي ما حضراتكم شايفين كده. فطبعا لا رد لقضاء الله، ومفيش حد يقدر يحوش حاجة ولا حد يقدر يعمل حاجة. فأنا حبيت أوريه لحضراتكم، عشان زي ما بوريكم الحلو لازم أوريكم الوحش. كل حاجة زي ما فيها مكسب لازم تتحمل الخسارة بتاعتها وتستقبلها بنفس راضي. كل اللي انت عليك تقوله وتقدر تقوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حتى لو انت شايفه بالنسبة لك بسيط، ممكن يكون بالنسبة لواحد تاني سواء أنا أو غيري ممكن يكون ما عندوش غير هو ده، أو عنده كمان واحد أو فما تستقلش بحاجة حد. ربنا يا رب يعوض على كل الناس ويخلف على كل الناس. ويا ريت يا جماعة لما حد يشوف حاجة حد، الواحد ممكن يحسد ماله وممكن هو اللي يحسد حاجته بإيده وبنفسه. فيا ريت لما حد يخش على ماله يعجبه مال حتى مش مال حد، يقول ما شاء الله، يقول بسم الله، يسمي الله أو يذكر الله، عشان خاطر محدش عارف العين جايه منين ومحدش عارف الحسد جاي منين. انا مش بقول كده عشان خاطر اقول كذا ولا حد يفهمني كده ولا كده، بس يا ربنا يا رب يخلف على كل الناس وعوض على كل الناس. وحاجة يا جماعة بقى، لو عجل عندك لا قدر الله دخلت لقيته زي ما انت شايف كده، او لقيته توفى او مات او حصل له حاجة، يا ريت يا ريت يعني، عشان احنا الموضوع ده بنشوفه كتير وبنشوفه عند الناس كتير، يا ريت ما ترميش العجل على المصرف، ما ترميش العجل على الترعة، ما ترميش العجل في السكة. ليه مرموهوش؟ عشان خاطر ما تأذيش غيرك، انت كده بتضر غيرك. انت ممكن تشيل سيئات على حاجة زي ديت وانت ما انتش واخد بالك. الدبان اللي بيلم على العجل والدود والكلاب واي حاجة واي حشرات ممكن تنقل العدوى. لو العجل ده لا قدر الله تعبان او لا قدر الله عنده مشكلة، ممكن تنقل العدوى لاخوك، لابن عمك، لصاحبك، لاي حد. فانت خد بالاسباب. لا قدر الله لو حصل لك حاجة زي كده، بركة انا فحيت له بركة اهوت وحدفنه فيه يتحلل براحته. طب انا ما عنديش بركة وما عنديش مكان، لو عندك كوم سباخ افحت له في كوم السباخ وحطه فيه، هيتحلل ويبقى سباخ وتبقى منك استفدت برضه، ومنك ما ضرتش غيرك وما اذيتش غيرك. دي حاجة حبيت اللي انا اشاركها معاكم. زي ما قلت لكم لازم تستحمل الخسارة، وربنا يا رب ما يسوء حد في ماله ولا يسوء حد في اولاده ولا يسوء حد في اي حاجة. وربنا يا رب يخلف علينا وعوضنا خير، وربنا يسترها معاكم ويوفق كل الناس ان شاء الله. السلام عليكم.